العينتين كان ما موجود، وانا استغليت الفرصه وبقت السياره وقلت للحمودات طلع الصناديق على بيتي بسرعه الطياره، والعينتين ما راح اخلي ولا كيكه من اسبي رش تطب على داره. سديت الصندوق وبست السياره وقلت له اشكرك لان اليوم انت كنت المنقذه، وهذا الاسبي رش الكولا وجبنا لكم الجديد اللي هو اسبي رش الفانتا، الطعم الجديد طعم خرافي ويستحق التجربه، يفوز على كل الاطعمه. سدينا السياره هنا وطلعنا للبيت حتى نجرب المنتجات من كيك اسبي رش الجديد. واول ما ابلش افتح اللي هو كيك الباز بنكهة الاوريو، طعمه كان كلش خرافي. هذا المنتج عراقي المنشأ، لازم تدعمون المنتجات الوطنية. ونفتح الكرتون الثاني اللي هو الكيك الرول محشو بكريمة البرتقال والموز، اشكالهم حلوة وطعمهم بعد اطيب. وهذا الرول الثاني محشو بكريمة الشوكولاتة، والله العظيم طعم اطيب من طعم، وانصحكم تجربوها. وهسه شريد من يومكم تجربون وتكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بالاطعام. وهذا الصندوق هم رول محشو بكريمه التوت البري، كان طعمه كلش مميز. وهنا أنا اريدكم تركزوا لي على هاي القنبله اللي هو الرول محشو بكريمه الفستق اللي هي نستله دبي. يا اخي والله العظيم شركه اسبي رش هاي الايام قاعده تبدع، الله يرزقهم من حيث لا يحتسبون. وهذا كان الطعم الاخير اللي هو كيك الباز محشو بالكراميل، وش قد ما اكلت تعبت وبطني انترست، فقلت لازم اهضمها شويه بس برش الفانتا. وانتم كلكم تعرفون الاسبي رش بيها مشروبات طاقه ومشروبات غازيه، وهسه نزلوا ونستلوا. وهذا اللي بيدي مشروب غازي الجميع يقدر يستخدمه بطعم الفانتا، طعم كلش خرافي ومميز. وبختام الفيديو نحب نقول لكم هذا المنتج عراقي يستحق الدعم.